بأن العصر الذي كانت الشعوب تطمح فيه لاختيار حكامها انتهى. الآن عصر جديد هو عصر الجماهير الذي تصبح فيه الشعوب حاكما. هذه المرحلة الآن هي المرحلة التقدمية وهي المرحلة الثورية. ولكن عفوا يا سيد إبراهيم، العقيد القذافي لم يقل هذا إطلاقا، يعني هذا التصريح بالصوت والصورة كما ذكرت هو لام التونسيين على الإطاحة ببن علي، يعني تمنى أن يبقى مدى الحياة في الحكم. يعني لست أدري من أين أتت ربما هذه التفسيرات. الشعب التونسي سوف يقارن الشعب التونسي بين بورقيبة وبين زين العابدين وبين الذين سيأتون حكام في المستقبل، وسيعرفون قيمة النصيحة التي قدمها قائد الثورة. لكن الآن إمكانية سرقة الثورة قائمة وممكنة إذا لم يتوفر لها المشروع الثوري الشعبي والحركة الثورية التي ترعى تقدم هذا المشروع الثوري الذي تكون نتيجته هي إيصال الشعب التونسي إلى السلطة. أدوات التسلط القديمة الرجعية والفاسدة موجودة وجاهزة في الأحزاب ونصوص السلطة، مستعدين دائما لركوب الموجة، يدعمهم النظام الإمبريالي العالمي، وسائل الإعلام الرجعية المتخلفة التي لا تعرف إلا نمطا واحدا من الحكومة، هي حكومة التسلط التي تستعبد الشعوب، ونمط واحد من الديمقراطية هي ديمقراطية التزييف والتزوير واستعباد الجماهير ونفيها في أوطانها إلى الهامش وإلى الذل. الثورة في تونس سيد أحمد إبراهيم، يعني لم نحصل منك على أي تعليق يخص موقف القيادة الليبية من هذه الثورة. ابقى معنا، سنعود إليك. تحول الآن إلى السيد خليف زيدان، الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي الجزائري من باريس. سيد خليف، كيف قرأت هذه الثورة جزائريا، خاصة على مستوى النخبة السياسية الجزائرية؟ أولا مساء الخير وتحياتي إلى مشاهدي القناة، وأحيي الصديق من طرابلس الذي ممكن أن له مشكل في الصوت أو مشكل في السماعة، بحيث أنه سمع السؤال مقلوبا. أما فيما يخص الجزائر فإن القاعدة معروفة أن الأسباب